فادية عبد الغني: القبولات في السينما أحيانا تكون خدعة وغير حقيقية. كشفت الفنانة فادية عبد الغني عن رأيها في مشاهد القبولات في الأفلام السينمائية. وقالت فادية عبد الغني خلال مداخلة في برنامج تفاصيل اللي بتقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2: أنا مع مصطلح السينما النظيفة، وأنا مع القبولات في السينما إذا كانت تخدم الدور، ومن الممكن أن تكون القبولات خدعة وليست حقيقية. وتحدثت كمان فادية عبد الغني عن رفضها لدور زوجة الفنان أحمد زكي في فيلم معالي الوزير، لأن لدي محظورات في السينما وكان هناك مشهد به مايو وكان صعب عليها أن تقدمه. وتحدثت مع صناع العمل ولكن المشهد لم يتم حذفه من السيناريو بسبب أهميته، واعتذرت عنه مضيفة: الفنانة لبلبة قدمت الدور بشكل جيد، فهي فنانة موهوبة وجيدة. وأكدت فادية عبد الغني إن هي انزعجت بشدة من شائعة إصابتها بالعمى، قائلة بقى إن الشائعة غير حقيقية وأزعجت أشخاص كثيرين من زملائها في الوسط الفني، أبرزهم الفنان كمال أبو ريا اللي اتصل بيها هاتفيا واطمن عليها. وتابعت بقى: الشائعة دي أثرت على أهلي وإخواتي، وفي ناس عندها هواية أذى الناس، ولما بسمع الكلام ده مش بتخض لأن أنا كويسة، لكن الكلام ده بيزعل أهل الفنان، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.